أهلا. كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى عيلة في الدنيا. كل سنة وانتوا في خير وسعادة وسلامة وصحة وستر من الله سبحانه وتعالى. يا رب نعاد عليكم الأيام بكل خير. يا رب السنة الجاية كده يكون كلنا محققين اللي احنا بنحلم به يا رب. كلنا يا رب يكون ربنا كريمنا بإذن الله. ويا رب نكون عند الرسول صحبة. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب نبقى في أحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. الأول كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا أحلى اخوات؟ رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم عليكم. عاملين ايه؟ كنا بنعلق الزينة، طبعا جاية متأخر، الدنيا كلها متدربكة وبعضها. الحمد لله ربنا سترها. دي اللي كان صابح ايه أول يوم، اللي هو ايه أول سحور. أنا كنت تعبانة فيه جدا، كنتش قادرة ان اعمل معاهم صراحة. كانوا بيطلعوا على السلم والسلم كان بيزحلق بيهم ووقعوا كم مرة، وعمالين يضحكوا بقى وهزروا وهرقوا زي ما بيقولوا. ما شاء الله الحمد لله ربنا سترها معاهم ويكملوا على خير. ده الفرع اللي انا كنت عاملاه برول المناديل. جميل جدا والله، مش وحش، جميل شغال. ووراه ايه اللي هو فرع ايه نور كده، منور بقى شكله جميل قوي. دي الحتة مركزين في الحتة اللي احنا ايه هنفطر فيها يعني. الأوضة عملت فيها زي سفرة كده، هوريلكوا في الآخر ما نسبقش الأحداث. ما شاء الله الزينة جميلة وعلقوها والحمد لله. وقعوا كم مرة بس ربنا سترها معاهم الحمد لله رب العالمين. وبرضو في حاجة تانية، الأنبوبة دي بقى اللي يعني ايه بتضايق جدا. بس سبحان الله اقول لكم بقى دلوقتي، مش تعالوا نشوف انا عملنا ايه الاول. تشوفوا كده المنظر ده جميل قوي بعد ما عملوه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان ورمضان كريم. اول حاجه طبعا دخلنا المطبخ، حطيت اللبن يغلي عشان يسيبه يبرد، اللي هو الزبادي. دي اول حاجه. طلعت حله المحشي الصغنونه الحلوه ديت، وامي جايباها ست الحبايب. جايبها لي، كانت جايباها من يومين، فانا سبتها حطها في التلاجة. دي المكرونه اللي قلت لكم اختي جايباها، ربنا يبارك لها يا رب. الحمد لله الحمد لله يعني. شحاته شحاته بس الحمد لله. طلعت التمر وفصصته كده. وطبعا آه رمضان يعني لازم تمر مبلول، واوقات ما بنبلش، بس هو دي عادة ربنا ما يقطعها بقى، نبل تمر كده اول يوم كده. وحطيت عليه كوباية لبن، خلصته وغسلته كويس حلو قوي. لو كان في رملاي في حاجة غسلته كويس قوي. وحطيت عليه كوباية حليب كده وركنته بقى مع نفسه. غيرت له كوباية حليب تانية غير اللي احنا تاني، كان ده بارد اصلا كنا نستعمله في الزبادي. شوفوا تاني حاجة، تالت حاجة، ربنا يديها الصحة يا رب. هتقولوا شحاتة انا عارفة يعني، لا بس مش شحاتة يعني، ده امي وحماتي واختي وكده يعني. ربنا يديها الصحة يا رب. حماتي جابت لنا نص كيلو لحمة. ربنا يا رب يشفيها وخليها لنا وبارك لنا فيها، اللهم امين يا رب العالمين. دي امي بجد. غسلتها كويس اوي اللحمة، وحطيت لها حلة، وحطيت صبيت على ورق لوري والقرفة الخشب وحبهان ومستكة وفلفل حصى وبصلاية وطماطماية، وغلوة ونزلت بالحتة اللحمة بتاعتنا، سبتها مع نفسها بقى. جيت اللبن قمت انا حاطه في الشفشق الجيلي او الايس كريم الفراولة اللي انت عايزاه، والخميرة اللي احنا كنا عينينها من اللبن اللي قبل كده من الزبادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي. الخلفيه دي جميله، حطيتها عشان تصلوا على النبي، معناها انكم تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا احنا كنت عامله الزبادي معاكم يا دوب لسه الاسبوع اللي فات عشان رمضان وكده. فده عملته بالفراوله كلها.
في ناس تحب بالساده بس، ناس تحب بالساده وفراوله، ناس تحب بالفراوله بس. احنا بنحب الاتنين بس دي اكتر حاجه يعني، فقلت اما اعملها كلها فراوله. وحطيته بقى في فرن البوتاجاز. طبعا انا محمتوش بس غليت ميه، والحمد لله الانبوبه عملتها معايا تاني، كانت عاملاها قريب فعملتها. دي اكتر حاجه بتضايقني، ان الانبوبه تشطب مني وانا بطبخ وكده. كانت قفلتني خالص صراحه. اليوم ده كنت يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. انا يعني بقيت احسن. انا كنت فعلا والله العظيم حرفيا حرفيا كنت تعبانه جدا. مش عارفه كنت اعمل ايه صراحه، بس الحمد لله. حطيت الرول ده طلع جميل جدا ما شاء الله، بس برضو ما كانش مش ده اللي في دماغي ان انا كنت عايزه اجيبه، بس قضى الغرض. غير من شكل المطبخ، غير من شكل الرخامه، ادى كده اي حلو كده. انا ما جبتش حاجه من الحاجات بتاع رمضان، بس الحمد لله الحاجات اللي جبتها كفيله الحمد لله ان تبسطني، بس كده تبسطني وتغير من شكل الحاجة. شوف كلمة ما شاء الله، كلمة رمضان كريم. طبعا هي بتغير لوحدها، وممكن فيها بتاع كده زرار تغير منه اللي انت عايزاه. ما شاء الله طلع جميل جدا. فوق اصلا كلمة رمضان كريم طبعا من السنة اللي فاتت صراحة ما حوشتهاش. وتحت الهلال والفانوس ده برضو من السنة اللي فاتت. الفانوس ده اللي انا عاملاه المنور ده اللي انا عاملاه لسه ومنزلاه معاكم. بنغير لكم اللون، الإضاءة يعني. ما شاء الله ما شاء الله جميلة. آه حلوة حلوة بجد يعني. مدية حاجة روح حلوة كده بتاع رمضان كده في المطبخ وكده. آه الرخامة برضو طلعت حلوة. معلش ايه اللي عدى ده، قدر الله مش عارفة ايه ده. المهم كملنا طبخنا بقى. جبت بصلة صغننة كده وقطعتها وحطيتها على البسلة كنت طلعت بتاعة بسلة، شوية بسلة، كيسة بسلة، وكان على جزرها بحالها. في ناس تحب الجزر لوحده، وناس زي ما انا عاملاه كده، فاللي انت عايزاه. المهم شوحتهم شويه، قمت نازله بالبطاطسايه مقطعه صغنن كده، وحطيتها برضو شوحتها شويه معاهم. انا بحب اعملها بالطريقه ديت، بحس انها تبقى خضرا زي ما هي، وبحس انها طعمها جميل. كل واحده وليها طريقتها في الطبخ. كل واحده وليها نفسها. كلكم شطراء، يعني شطار وامارات وستات بيوت جميل شاطره. كل سنه وانتم طيبين يا احلى عيله في الدنيا والله العظيم. والله العظيم انا انبسط، وانا بحب ان اسجل معاكم كده. يعني ربنا يعود عليكم الايام كل خير. المهم كان في الوقت ده اللحمه استوت، حطيت لها ملح، اديت لها غلوه، ونزلت على شويه المحشي بتوعنا وحطيت. على فكره ده بقى كانت الساعه بقى 4:30 5 الا شويه. خلاص كده كان وقت خلاص بيقفز معانا يعني. طول النهار كنا شغالين قبل الظهر، كنت داخله المطبخ من قبل الظهر وكده. المهم حسيت كده قلت اما اعمل معاها شويه رز صغيرين كده، عشان ابني ميحبش المحشي. غسلت شويه وحطيتهم في الصينيه ديت، ونزلت عليهم كان وش اللبن بقى حشته. حطيته عليه طبعا، ما حطيتش اي زبده ولا اي حاجه، فحطيت عليه الوش اللي هو بتاع اللبن بس، وشويه لبن كده، يجي نص كيلو لبن او اكتر من نص كيلو، حطيتهم عليه وبصي راحت عملتهم معاها، راحت اديتهم لها وجات على طول. المحشي كان هيستوي معانا في الوقت ده. بقى الانبوبه شطبت. احلى حاجه احنا منطلعش انبوبه فوق، انبوبه تحت. ده بقى بعد ما بوريكم بقى شويه بعد ما فرشت بقى الدنيا وظبطت الدنيا بقى، وخصصت المكان ده فطار والسحور. كان عندي كرتونه حلوه كده جامده بقالها عمري الحمد لله. جبتها حطيتها على صينيه، وحطيت عليها المفرش، وحطيت كرسيين كده، يبقى السفره بتاعتنا ما شاء الله. المهم ده بوريكم منظر، باخد رايكم او بوريكم الحاجه اللي انا عملتها، كل واحد يديني رايه. لو في اي تعديل ما شاء الله. ده الحته قلت لكم، الحته اللي مركزين فيها بتاع عايزين نفطر فيها.
طلع جميل جدا. اما غيرت نظام الأوضة وسعت اكتر. فطرنا في الحتة ديت، قلت عايزة يبقى عندنا سفرة. دي سفرتنا اللي شفتها دي. جميلة والله، حلوة واختراع كويس او فكرة كويسة. او حبيت المنظر ده. مش لازم تبقى السفرة بقى ترابيزة وكده، فلا، هي كرتونة حطيتها عليها صينية، فرشتها والدنيا تمام يعني. اول حاجة عملت عليها السلطة اهو. بعد ما عملتها حطيت عليها السلطة، ان قعدت وعملت عليها السلطة. اي حاجة عايزة اعملها بقى اقعد عليها وانا اعمل فيها عليها حاجة عادي، مفيش مشكلة. ربنا يكرمنا واعمل ترابيزة صغيرة كده ان شاء الله. ده الرز كان جه اهو، كنت خلاص المغرب خلاص هيأذن. الحمد لله. كنا غير الأنبوبة أصلا بنغيرها من تحت، ما بنطلعش أي أنبوبة فوق. كل البيت كده ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر اللهم بارك. ربنا يديهم الصحة الرجالة، يعني كانوا عملوا الفكرة دي هنا. كنا بنغرف كده بقى خلاص. كان رز معمر، محشي بسلة، اللحمة، مخللات، السلطة. طبعا عملنا عصير فراولة بموز بحليب. عملنا ايه كمان؟ طبعا الزبادي خلصناه، كنت عاملاه معاكم قبل كده. التمر. اتفضلوا معانا. كل سنة وانتم طيبين، وعد عليكم الأيام بكل خير. أول يوم رمضان، ونعد عليكم الأيام بكل خير يا رب، وخير اليوم والبركات. اللهم آمين رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم سلمنا رمضان واستلمه منا آمنين سالمين غانمين يا رب. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ومحسن خواتمنا. كل سنة وانتم طيبين. نعد عليكم الأيام بكل خير يا رب. يا رب اجعل رمضان دخلت سعد على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. ده كده لكم حاجة. ده منظر عجبني أوي، عاملينه في على البيت بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. محدش يقول لي أنا صورت. منظر